في مصر القديمة ومن آلاف السنين اتولد أول وأقوى متحول في التاريخ أبو كاليبس. كان اعتبر نفسه إله وأجبر الكل على عبادته وتقديسه، وده لأنه ما كانش مجرد متحول عادي، ده كان كيان شبه خالد قدراته بتفوق الخيال، وأهمها قدرته على نقل وعي وجوهره من جسم لجسم تاني. وبكده كان بيقدر يجمع قدرات متحولين كتير عبر العصور ويعيش لآلاف السنين. وفي مشهد مهيب بنشوف أبو كاليبس نايم على حجر ضخم جوه هرم عملاق، وبيستعد لنقل وعيه لجسم متحول جديد عنده قدرة الشفاء الذاتي الخارقة، وده عشان يضمن لنفسه الخلود التام. حواليه بيكونوا أتباعه الأربعة المخلصين اللي تعرفوا وقتها باسم فرسان أبو كاليبس. كل واحد فيهم عنده قدرات خاصة خارقة ومستعد يضحي بحياته علشانه. لكن زي أي حاكم قوي، أبو كاليبس كان ليه أعداء، مجموعة من الكهنة والحراس اللي كانوا شايفينه إنه طاغية ووجوده خطر على البشرية، فبيقرروا يتخلصوا منه في لحظة ما الطقوس شغالة، وده لأنه بيكون في أضعف حالاته. وبالفعل بينفذوا خطتهم وبيهاجموا المكان. بيحصل صراع عنيف، فرسان أبو كاليبس بيحاولوا يدافعوا عنه بكل قوتهم، لكنهم بيتقتلوا واحد ورا التاني. وبيقدروا المتآمرين يوصلوا لأبو كاليبس نفسه، لكن بيكتشفوا انهم مش قادرين يقتلوا حتى وهو في الحالة دي، فبيقرروا ان الحل الوحيد هو دفنه حي. وبيستخدموا قوتهم في تدمير الأعمدة اللي ساندة سقف الهرم، وبينهار فوق أبو كاليبس وهو لسه في عملية النقل وفاقد لوعيه، فبيدفن حي تحت أطنان من الحجارة والتراب، وبيفضل محبوس في الظلام ده لآلاف السنين، والعالم بينساه تماما. وبننتقل بالزمن لسنة 1983. العالم اتغير كتير وبقى في وعي ومعلومات اكتر عن المتحولين، وبقوا حقيقة وامر واقع. في ناس بتحاول تتعايش معاهم، وناس لسه بتخاف منهم وبتعتبرهم تهديد لامن واستقرار حياتهم. في وسط الاجواء دي بنشوف شاب مراهق اسمه سكوت في مدرسته الثانوية بيتعرض لموقف تنمر، فبيتعصب جدا، وفجأة من غير اي مقدمات بتنفجر قدراته المتحولة لاول مرة. عينيه بتطلع شعاع ليزر احمر قوي ومدمر بيكسر بيه سقف المكان. الموقف ده بيسبب له رعب وصدمة، وبيخليه مش عارف يتصرف ازاي ولا فاهم ايه اللي بيحصل. وبنعرف ان اخوه الكبير أليكس عضو سابق في اكس مان، ولما بيعرف باللي حصل بياخد سكوت لمكان امن، وده المكان الوحيد اللي ممكن يساعده، وهو مدرسة البروفيسور تشارلز إكزافير للموهوبين. وبنتعرف على البروفيسور إكزافير اللي لسه بيحاول يبني حلمه بمستقبل يتعايش فيه البشر والمتحولين بسلام. بيرحب بسكوت وبيوعده انه هيساعده يتعلم ازاي يتحكم في قدراته الخطيرة دي في المدرسة. سكوت بيحس انه غريب ومنبوذ في الاول، لكنه بيقابل جين جراي، وبنعرف انها هي كمان متحولة قوية جدا وعندها قدرات تخاطر وتحريك عن بعد بتفوق قدرات إكزافير نفسه، لكنها مرعوبة من حجم قوتها دي ومش قادرة تسيطر عليها. سكوت وجين بيحسوا بارتباط غريب بينهم من أول لحظة، كأن كل واحد أخيرا لقى حد يفهمه. في الوقت نفسه بنروح لمصر من تاني، وبنشوف العميلة مويرا اللي كانت حبيبة إكزافير زمان، لكنه اضطر يمسح ذاكرتها علشان يحميها. وبتكون شغالة على قضية جديدة وبتحقق في ظهور طائفة سرية في القاهرة بتعبد كائن قديم بيعتقد انه اول متحول في التاريخ، وبتقدر بشجاعتها وفضولها توصل لمكانهم، وبتكتشف انه مدخل لهرم قديم مدفون تحت الارض. وهي بتحاول تهرب منهم بعد ما اتكشفت اشعة الشمس بتتسرب من فتحة في سقف الهرم المدفون، وبتوصل للمكان اللي ابو كاليبس محبوس فيه. الشمسية دي بتنشط التكنولوجيا القديمة اللي كانت بتحافظ على حياته، وبيصحى اخيرا من نومته الطويلة اللي دامت الاف السنين. ولما بيخرج من تحت الانقاض بيلاقي نفسه في عالم مختلف تماما عن اللي كان يعرفه. الشوارع، العربيات، التكنولوجيا، كل حاجة غريبة عليه. وفي طريقه بيشوف بنت اسمها سكار، وبيعرف من نظرته ليها ان عندها قدرة التحكم في الرياح، لكنها لسه مش قادرة تستخدمها بشكل كامل. وبيشوف فيها الامكانيات اللي هو بيدور عليها، فبيستخدم قدراته وبيخليها تقدر تتحكم في العواصف والبرق والرعد بسهولة. والبنت بتنبهر بيه وبتعتبره المنقذ ليها بعد ضعفها وضياعها، فبتقرر تتبعه وتكون اولى فرسانه الجدد. وبننتقل لبولندا، وهناك بنلاقي إريك ماجنيتو، وبنعرف انه تعرض لصراعات ومخاطر كبيرة، فبيحاول يبني حياة جديدة هادية. وبنشوفه متجوز وعنده بنت لطيفة وعايش حياة مستقرة. بيشتغل في مصنع صلب زي اي عامل عادي، ومخبي هويته وقدراته عن كل الناس. وبنعرف ان وقت صحيان ابو كاليبس في مصر حصلت اضطرابات كونية اثرت على العالم كله، ومن ضمنها هزة ارضية بتحصل في بولندا في المصنع. واحد من زمايل إريك بيكون على وشك الموت بسبب آلة وقعت عليه، فإريك بيضطر يستخدم قدراته المغناطيسية علشان ينقذه، لكن للأسف في عمال تانيين بيشوفوه، والخبر بيوصل للشرطة المحلية، واللي بدورهم بيعرفوا ان إريك من المتحولين، فبيتحركوا فورا علشان يقبضوا عليه. وبيحاولوا يستخدموا بنته كرهينة عشان يجبروه يستسلم، وفعلا بيسلم نفسه. لكن بنتفاجئ ان البنت ورثت منه قدرات خارقة، وبتقدر تتواصل مع الحيوانات وتتحكم فيها، وبتخلي طيور الغابة تهاجم الشرطة.
فبيتوتروا جدا وبيطلق واحد منهم سهم بالغلط بيصيب البنت ومامتها قدام إيريك وبيموتوا. اللحظة دي بتكون نقطة تحول مرعبة لإيريك، الألم والغضب بيسيطروا عليه وبيفقد كل أمل كان عنده في السلام والتعايش، وبيستخدم قدراته بكل وحشية وبينتقم من الشرطة اللي قتلت عيلته وبيقتلهم كلهم باستخدام قلادة بنته المعدنية الصغيرة في مشهد مؤثر وقاسي جدا. وفي برلين الشرقية بنشوف ميستيك واللي اتشهرت بإنقاذ المتحولين المضطهدين والمستغلين في كل العالم، وبنشوفها وهي بتقتحم نادي قتال سري تحت الأرض وبتنقذ كيرت واجنر، وبنعرف إنه بسبب شكله الغريب المخيف بالنسبة للبشر وقدرته المذهلة على التنقل السريع بيستغلوه وبيجبروه يقاتل زي الوحوش في الحلبة، فبتنقذه ميستيك وبتوصله لمكان آمن وبتروح لكاليبان وهو متحول بيعيش في الخفاء وعنده قدرة فريدة على تتبع مكان أي متحول، وبتطلب منه يساعدها تهرب كيرت الأمريكا، لكنه كمان بيقول لها الأخبار اللي سمعها عن إيريك في بولندا ومأساة عيلته، فبتحس ميستيك بالمسؤولية تجاه إيريك صديقها القديم وبتقرر إنها لازم تلاقيه وتحاول تساعده، فبتاخد كيرت وبتروح لمدرسة إكزافير تطلب منه يساعدها في تحديد مكان إيريك باستخدام جهاز سيريبرو. في الوقت ده أبو كاليبس بيكون بيواصل مهمته في تجميع فرسانه الأربعة بعد ما ضم ستورم، بيروح لمخبأ كاليبان اللي بيحاول يقاوم بكل قوته، لكن ابو كاليبس اقوى بكتير وبيقدر يجند سايلوك اللي كانت بتشتغل حارسة شخصية ومساعدة لكاليبان وعندها قدرة على تكوين اسلحة نفسية حادة ومدمرة، وابو كاليبس بيقوي قدراتها دي وبيخليها مقاتلة اخطر، وبيروح لنادي القتال اللي ميستيك انقذت منه كيرت وهناك بيلاقي انجل، وبنعرف انه متحول قوي جدا عنده اجنحة ريشية كبيرة لكن جناحه اتكسر واتشوه في قتال عنيف، فبيقدر ابو كاليبس يشفيه تماما وبيستخدم قوته في تحويل جناحه لأداة قتل مدمرة وبيقوي قدرته الجسدية. كل ده بيخلي انجل يشوف ابو كاليبس فرصة للقوة والانتقام فبينضم ليه بدون اي تردد. اما اخر فارس ابو كاليبس محتاجه هو إيريك اللي بيكون محطم نفسيا ومليان غضب ورغبة في تدمير العالم. ابو كاليبس بيستغل حالته وبيكلمه عن رؤيته لعالم جديد يحكمه الاقوياء وبس، عالم ما فيش فيه مكان للضعف البشري، وبياخدوا المعسكر اوشفاتس النازي المكان اللي شهد اكبر مآسي إيريك في طفولته، وبيساعده يحرر كل قوته المغناطيسية الكامنة جواه، وبيفتكر إيريك كل الألم اللي عاشه فبينفعل جدا وبيدمر المعسكر بالكامل وبيعلن ولاءه لأبو كاليبس وبيكون الفارس الرابع والأخير. وفي مدرسة إكزافير تشارلز بيحس بالخطر اللي بيمثله أبو كاليبس وبيقرر يستخدم سيريبرو الجهاز اللي بيضخم قدراته التخاطرية عشان يحاول يوصل لإيريك ويقنعه يرجع عن طريقه، لكن دي بتكون غلطة عمره، وده لأن أبو كاليبس له قدراته النفسية كمان جبارة، بيستغل اتصال إكزافير بسيريبرو وبيخترقه وبيقدر يسيطر على عقله وبيستخدمه كبواب عشان يوصل لعقول كل قادة الدول اللي عندها أسلحة نووية وبيجبرهم كلهم يطلقوا كل الصواريخ النووية اللي عندهم للفضاء الخارجي، وده بيخليه يضمن إن البشرية ما تقدرش تدافع عن نفسها ضده. المشهد ده طبعا بيكون مرعب وبيسبب حالة من الذعر في العالم كله، وبعد ما بيضمن أبو كاليبس تحييد الأسلحة النووية بيروح مع فرسانه الأربعة لمدرسة إكزافير وبيكون هدفهم واضح وهو خطف البروفيسور إكزافير عشان أبو كاليبس يقدر ينقل وعيه لجسمه ويستولى على قدراته التخاطرية واللي هتخليه يقدر يسيطر على كل العقول في الكوكب ومنها هيسيطر على العالم. لكن أليكس بيشوفهم وهم بيخطفوا إكزافير فبيحاول يوقفهم بكل قوته وبيطلق شعاع طاقة قوي جدا تجاه طيارة أبو كاليبس، لكن للأسف الشعاع بيخبط في مصدر الطاقة بتاع الطيارة وبيسبب انفجار كارثي بيدمر جزء كبير جدا من المدرسة. وفي وسط الفوضى والدمار ده بيوصل بيتر ماكسيموف واللي كان لسه عارف من والدته إن ماجنيتو هو أبوه الحقيقي وكان جاي المدرسة عشان ينضم للإكس مان ويحاول يتعرف على والده، وبيوصل في اللحظة اللي المدرسة بتنفجر فيها فبيستخدم سرعته الخارقة وبيقدر ينقذ كل الطلاب والمدرسين اللي كانوا جوه المدرسة قبل ما الانفجار يوصل لهم، لكنه للأسف ما بيقدرش يوصل لأليكس في الوقت المناسب وبيموت في الانفجار. بعد الانفجار مباشرة بتوصل قوات عسكرية بقيادة الكولونيل ويليام سترايكر اللي لسه بيحمل كراهية عميقة للمتحولين وبيعتقد ان إكزافير وفريقه هم المسؤولين عن إطلاق الصواريخ النووية، وبيستغل حالة الفوضى وبيقوم بالقبض على الناجين من الإكس مان ميستيك، بيست،
كويك سيلفر ومعاهم مويرا، وبياخدهم بطياره هليكوبتر لقاعدته السريه المحصنه للتحقيق معاهم، لكنه ما يعرفش ان سكوت وجين جراي وكيرت قدروا يهربوا من الانفجار، وبيستخدموا قدراتهم عشان يتسللوا لطياره سترايكر ويتبعوه للقاعده السريه وينقذوا اصحابهم، وبيتفاجئوا بفوضى كبيره في المكان بتساعدهم يلاقوا اصحابهم وكمان يحرروهم. في الوقت اللي الاكس مان بيحاولوا يهربوا فيه من قاعده سترايكر، ابوكاليبس بيكون وصل للقاهره وبدا المرحله الاخيره من خطته، وبيستخدم قدرات ماجنيتو الهائله عشان يتحكم في الاقطاب المغناطيسيه للارض، وده بيسبب دمار شامل في كل انحاء الكوكب، وبيجهز نفسه عشان يبدا طقوس نقل وعيه لجسم اكزافير، واللي بيكون مربوط على جهاز غريب في مكان عالي، ولو نجح ابوكاليبس في ده هيبقى عنده قوه تخاطريه مطلقه يقدر يسيطر بيها على كل كائن حي على الكوكب. وبنشوف اكزافير وهو بيقاوم سيطره ابوكاليبس عليه بكل قوته، وبيقدر يبعت نداء استغاثة تخاطري أخير لجين بيطلب منها تيجي تنقذه وتوقف أبوكاليبس. جين والإكس مان بيوصل لهم النداء وبيسرقوا طيارة عسكرية من قاعدة سترايكر وبيروحوا بيها للقاهرة فورا عشان يواجهوا أبوكاليبس وفرسانه في معركة أخيرة مصيرية. ولما بيوصلوا بيلاقوا الدمار في كل مكان، وبتبدأ مواجهة ملحمية بين الإكس مان وفرسان أبوكاليبس. سايكلوبس بيواجه ستورم، وبيست بيقاتل سايلوك، أما كويك سيلفر بيحاول يوصل لأبوكاليبس لكنه بيكتشف انه اسرع واقوى منه، وبتحاول ميستك تتوصل لماجنيتو وتقنعه بالمنطق والعاطفه انه يسيب ابوكاليبس وينضم ليهم، وبتفكروا بالصداقه القديمه اللي كانت بينهم وبين تشارلز وان الانتقام مش هو الحل. وفي وسط المعركه نايت كرولر بيستخدم قدرته على الانتقال الآني وبيوصل لاكزافير في اخر لحظه قبل ما عمليه النقل تكتمل وبينقذه، وبيهربوا كلهم بالطياره، لكن انجل وسايلوك مش بيسيبوهم، وبيضطر نايت ينقل كل اللي في الطياره المكان امن على الارض قبل ما الطياره تتحطم، لكن للاسف ما بيلحقش انجل يهرب وبيموت في الانفجار، لكن سايلوك بتقدر تقفز وتهرب وتختفي. وعلى الارض المعركه بتوصل لذروتها. ستورم بتشوف ابوكاليبس وهو بيحاول يقتل ميستك، فبتبدا تدرك انه مش المنقذ اللي كانت فاكراه، وان كلام ميستك ليها زمان عن اهميه العائله والاختيار كان صح، فبتقرر تقف ضده وبتهاجمه بالبرق. وماجنيتو كمان بعد كلام ميستك المؤثر بياخد قراره اخيرا، وبيفتكر كل الخير اللي شافه من تشارلز وميستك، وبيقرر انه مش هيقف يتفرج على العالم وهو بيتدمر، فبيستخدم كل قوته المغناطيسيه عشان يوقف الدمار اللي كان بيسببه، وبيوجه قوته ضد ابوكاليبس نفسه، وبكده 2 من اقوى فرسان ابوكاليبس بينقلبوا عليه وبيساعدوا الاكس مان، لكن ابوكاليبس بيكون لسه قوي جدا حتى وهو بيواجههم كلهم وبيقدر يتصدى لهجماتهم بسهوله. اما اكزافير بعد محاوله نقل الوعي الفاشله بيقرر انه لازم يواجه ابوكاليبس في المكان الوحيد اللي ممكن يهزمه فيه وهو وعيه، وبنفهم وقتها ان وعيهم متصل بسبب محاولات ابوكاليبس النقل الوعي، وبتبدا معركه نفسيه عنيفه بين عقل اكزافير وعقل ابوكاليبس. في الاول اكزافير بيقدر انه يسيطر، لكن ابوكاليبس بيستخدم خبرته وبيبدا يتفوق على اكزافير. وفي العالم الحقيقي الاكس مان بيحاولوا يشتتوا انتباه ابوكاليبس ويضعفوا جسده المادي، وده عشان يساعدوا اكزافير في معركته الذهنيه، لكن ابوكاليبس بيقدر يصد هجماتهم ويشفي نفسه بسرعه، وبيكون اكزافير على وشك الهزيمه التامه في العالم الذهني، فبيصرخ لجين وبيطلب منها المساعده، وبيقول لها ان دي فرصتها الاخيره عشان تخرج كل قوتها اللي كانت خايفه تظهرها طول عمرها. جين بتتردد وخايفه تاذي اصحابها وتدمر كل حاجه، لكن ميستك بتشجعها وبتقول لها انها لازم تثق في نفسها وفي قوتها، وبتقرر اخيرا تواجه مخاوفها وبتغمض عينيها وبتركز وبتطلق العنان لقوه الفينيكس الكونيه الجباره، طاقه ناريه هائله بتخرج منها وبتحيط بيها وبتاخد شكل طائر الفينيكس الاسطوري. القوه دي بتكون اكبر بكتير من اي حاجه ابوكاليبس واجهها قبل كده، وبتوجه جين قوتها كلها ناحيه ابوكاليبس وبتحرقه تماما على المستوى الجسدي والذهني لحد ما بيتحول لرماد وبيختفي تماما. ووقتها المعركه بتنتهي والعالم كله بينجو بفضل تضحيه الاكس مان وشجاعه جين جراي. وبعد ما كل حاجه بتهدى بنشوف اثار المعركه والدمار، لكن كمان بنشوف بدايه جديده، وبنشوف اكزافير بيستخدم قدراته عشان يرجع لمويرا كل ذكرياتها اللي كان مسحها زمان، وبيتصالحوا اخيرا وبيرجعوا لبعض. اما ماجنيتو وستورم بيستخدموا قدراتهم عشان يساعدوا في اعاده بناء مدرسه اكزافير اللي اتدمرت، واكزافير بيعرض على ماجنيتو انه يفضل معاهم ويساعد في تعليم الاجيال الجديده من المتحولين. وبيشوف بيتر والده لكنه بيحس انه لسه مش مستعد يقول له حقيقه علاقتهم، وبيتجمع فريق الاكس مان الجديد للتدريب تحت اشراف القائده ميستك، وبيكونوا مستعدين
مستعدين لمواجهة اي تحدي جديد هيقابلهم كفريق واحد بكل قوة وشجاعة. والحد هنا بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تسيب لنا رأيك تحت في الكومنتات، واستنونا في كل الملخصات اللي جاية. سلام.